السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المتابعين، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله كلكم زينين وبصحة وسلامة. اليوم أقدم لكم أول فيديو على قناتي. سويت لكم محلبي أو كاستر مع الجيل الطيبين بهالطريقة كانوا يسوون لنا إياها أمهاتنا، الله يرحمهم ويحفظ أمهاتكم إن شاء الله. طبعا هسه راح نبدي بطريقة العمل والمقادير. تابعوا وياي الطريقة للأخير حتى إن شاء الله تنجح عندك الوصفة يا بنات. هذا المحلبي يفيد بالتوزيعات وبالثوابات، بما إنه مقبلين على شهر محرم مقبل علينا إن شاء الله بعد كم يوم. ربي يجعله شهر خير وسلامة علينا وعليكم وعلى أمة محمد إن شاء الله. يا بنات، قبل لا نبدي بالفيديو نصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. هسه شوفوا المقادير وطريقة. جبت هنا كاسات القياس البلاستيك على مود يعني لا انتيه عن المقياس. يعني اكو بنات يعني يقولون مثلا اني عندها مثلا كاسات صغيره او عندها كاسات كبيره، فالكاسه اللي تستخدمها الكل المقادير. هنا عندي كاستين شكر، كاسه حليب باودر، وعندي هيل مطحون، وعندي مي ورد وصبغ اللوزينه وصبغ احمر. هنا جبت جدريه، فرغت المكونات كلها بالجدريه وما عدا الهيل والمطيبات اللي أنا بعدين آخر شيء أضيفهم. هنا جبت مي بارد قلاصين على مود أذوب المكونات كلها ولا تبقى بيها أي تكتلات. بمي بارد ما يصير مي حار لأن رأسا يصير محلبي، فالمي البارد هو اللي يخلي يعني ما يخليني شيء يصير شو اسمه يصير محلبي. يعني بعد ما اذوب المكونات كلها واتاكد ما بقى اي تكتلات والشكر يذوب، وبعدين اجيب مي حار. المقدار اللي اجيبه يا بنات يعني على هذا المقدار تقريبا 12 قلاص مي، ما عدا القلاصين البارد اللي ضفناهم. شوفوا بعد ما بقت اي تكتلات. هسه اجيب مي مغليه بنات بالغلايه مغليتها. شوفوا المي شلون يطلع منه بخار. فصراحيه ونص يعادل 12 قلاص، يعادل 12 قلاص بالقلاص اللي اني عندي. مثلا هاي الصراحيه قلاص، هذا قلاص مال انجور مال الجبن. بعد ما ضفت المي خطيته زين وخليته على الطباخ حتى بساعة يستوي عندي او يصير عندي المحلبي. اذا ما يبارد لا تظلين توقفين على الطباخ وتظلين النوب يلتشع النشا تلتشع شو اسمه بالجدريه وما تصير. لا، المي الحار راسا يخلي المحلبي يصير خلال 10 دقائق او اقل 10 دقائق صار عندي المحلبي جاهز. هسه شوفوا اريده بهالقوام هذا باعوه، لان المحلبي الثخين ترى ما طيب تصير حاشا نعمه الله مثل الطينه. فهذا القوام كل زين وهذا المقدار كل زين. راح اعرف لكم المقادير بصندوق الوصف. هسه بعد ما شوفوا يعني يطلع فقاعات، يلا انزله واضيف الهيل وانزله زين. ضفت الهيل ومي الزهر او مي الورد على مود الريحة الطيبة تبقى بالمحلبي ولا تتبخر يعني. فبعد ما ضفت هذول الأشياء أو المطيبات هسه راح أنزل المحلبي وأخلي كاسات وأضيف وأعبي يعني أو أصب قصدي. يا بنات، إذا وصلتوا لهذا الحد من الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على كلمة الكل حتى يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. وإذا عجبكم الفيديو شاركوا الفيديو ويا صديقاتكم وأهلكم وحبايبكم حتى تعمل فائدة على الكل. وإذا ما مشتركة بالصدفة مريتي على قناتي اشتركي ودوسي كلمة الكل حتى يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. هسه هنا جبت الكاسات يا بنات وخليت صبيت المحلبي، وخلي كاسة جوا الشمشة حتى لا أدمر الدنيا بالمحلبي. جبت هنا شوي من مي تقريبا ربع فنجان، وخليت صبغ اللوزينة على مود أطعم أو ألون الكاسات المحلبي. اول شي ضفت لون برتقالي. شوفوا الالوان ايش قد حلوه تصير. باعوا والجهات طبعا يحبون هذا الشيء او هذا النوع من المحلبي. شوفوا بعد ما اخلطه زين، شوفوا اضيف على الكاسات هيك مثل العين تصير كلش حلوه. شوفوا لون برتقالي سويت وسويت لون احمر. بس اذا تردون انتم مثلا عندكم الوان اضافيه بالبيت مثلا اخضر احمر برتقالي اصفر، اي لون عندك اصفر. لا، المحلبي هو اصفر. ومرات نسوي محلبي ابيض، هذا خابطه ويا المحلبي كنت كاستر، والسبب طلع هذا اللون الاصفر الفاتح. جبت هنا عندي كان لون احمر طوز، ف
اخوطه زين حتى لا يبقى اي شيء من الطوز يعني بالخليط. اخوطه زين وبعدين طعم باقي المواعين. هيك نوزع للجهال على مود هم يكيفون على هيك شكل من انواع، يعني يشوفوه فشي غريب، حتى من وزعوا للجهال شافوه فشي غريب يعني فحبوها والتموا على هذا الجهل. طبعا جوارينا وزع لي وكلش كيفوا الجهال هذا النوع من المحلبي، وسووا لجهالكم على مود يكيفون يشوفونه يعني فشي غريب. يا بنات هذا الشكل النهائي المحلي مالتنا، وسهمكم العافية. لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس.